بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة رجعنا لكم مرة أخرى. البث يعني كان الصوت فيه مشكلة ورجعنا. يعني إن شاء الله تكون المشكلة يعني اتحلت بإذن الله ونكمل معاكم البث. طيب يا جماعة الخير، طبعا احنا بس ايه عايزين ننشر الروابط وبإذن الله نكمل مع حضراتكم. طبعا يا اخوانا في مشكلة بتحصل لما اللي بيرد الشبهة ما يكونش على قدر المستطاع. خدت بالكم ازاي؟ خلينا نسمع الصوت كده. ان شاء الله الصوت كويس بإذن الله. فبتصير شبهة أخرى، يعني أنت لما تيجي مثلا تطلع ترد شبهة، أنت المفترض إنك أنت الأصل إنك أنت بترد شبهة. طيب انت مش قادر، يعني الشبهه دي انت ما ردتهاش كويس، فبتصير شبهه وبتبقى اصلا يعني اللي بيسمعك من المسلمين بيبقى عايز يتعلم منك، بيبقى عايز يتعلم منك، فبالعكس انت بقى بتعلمه غلط، وده خطر. يعني هذا الموضوع يعني خطر بمكان يا اخواني. المساله ما هياش انك انت طالع عامل نفسك بترد وكده وخلاص، لا، المساله مش كده خالص. في ناس يعني اهل علم بيردوا الشبهه ديت وبيبقوا ناس متمكنين. آه، فالناس دول انت اللي تسيبهم يردوا الشبهه، اما انك انت ترد شبهه من الناس دي. يعني مثلا انت تطلع وتاخد كلام العلماء وترد بيه، تنقله فقط يعني، عادي جدا، يعني بدون ان تضيف من عندك انت، بدون علم، يعني بدون ان تضيف انت بنفسك من غير علم من عند نفسك كده، وده ما ينفعش خالص. خلينا بس الاول احنا نشرنا الروابط وهنيجي لحضراتكم ازاي الموضوع ده. انا اعتقد ان رد هذه المسائل مهم جدا جدا. خلينا نبدا على بركه الله. المشكله بس كانت الصوت كان مش كويس يعني. طيب يا جماعه، خلينا بدايه هذا الاخ يعني عايز اقول كلمتين قبل ما ابدا في الفيديو. انا لما نشرت المكالمات اللي على الواتس، اولا انا لم انشر سرا ولا اي شيء، انما انا نشرت شيء عام. انا ما عنديش عام وخاص، ولم افشي سرا ائتمنني عليه المدعو زهير. يعني انا مثلا ما كلمنيش على الواتس في حاجه سر وبتاع وانا نشرتها، ابدا، ده كلام بيني ما بينه، وانا اثرت ان الكلام ده يبقى على الواتس على اساس ان هو يطلع يترجمه على الواقع وتنتهي المشكله. لكن لا، هو اصلا اقر بنفسه انه ما يقدرش لا يخلي كلب القطيع يعتذر، ولا هو يقدر ينكر على كلب القطيع. هذه مشكله كبيره. يعني انا ما اقدرش اخلي واحد يعتذر، خلاص هو حر، انا لا استطيع اجباره. تمام تمام. لكن هل انا لا استطيع ان انكر؟ هذه المشكله. طيب، وخنزير القطيع الجديد اللي هو سليم، خنزير القطيع هذا طالع يعني يتبا يعني يعني ايه، يتفاخر بانه يعني سب وسب امي وام الدكتور و يتفاخر. هذا الخنزير انه لا يستحق الا لقب خنزير القطيع، وينضم الى كلب القطيع خضري. فحقيقة هؤلاء ثبتوا أنهم يعني ليسوا أهلا انهم ينشروا، يعني اصلا يقول لك يدافع عن الدين. ما علينا، موضوعنا مش موضوعنا. والموضوع يعني حتى رجل يعني دخل ان هو ليصلح، يعني الله يجزاه الله خير يعني بصراحه. لكن انت تتعامل مع من؟ وطبعا الاخ ده يعني انا لا ادري يعني من هو، يعني لانه عامل الحساب بتاعه، بلاش.
انا مش هتكلم في الموضوع ده دلوقتي، خلينا بس في موضوع العلم عشان ما يبقاش موضوع شخصي. انا عرضت كل حاجه في الحلقه الماضيه، واللي عايز يرجع يسمع الفيديو من اوله لاخره. اولا، هذا المدعو، هذا الشخص طلع يرد على ايهاب حريري، فقال طبعا هو بيستهتر. يعني انا مشكلتي معاه حاجه واحده، انه لما يغلط يطلع يقول انا غلطت. يعني انا مشكلتي معاه حاجه واحده بس، لما يغلط وحد يقول له انت غلطان، المفترض يعترف بخطئه ويطلع بدون تبريرات وبدون قصد، يقول لك انا ما اقصد كذا ولا اقصد كذا هو اللي هيفهم. زي الدكتور محمد بارك الله فيه لما كتب له، يعني احنا هنفهم انا قصدي بالظبط. يعني هو المتابع ده هيفهم بالقصد ولا مش القصد، ولا يعرف انت تقصد ولا ما تقصدش، مع ان الكلام واضح، مش محتاج تاويل ومش محتاج تبرير وترقيع. موضوع مليان ترقيع يعني. طيب، عمل ايه تاني في نفس المقطع بعيد عن قراءة الآية غلط؟ يعني قراءة الآية غلط دي يا اخوانا احنا كلنا ممكن نقرأ غلط، يعني يسبق لساننا ونقرأ غلط عادي جدا. بس في قراءة زي لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي هو الذي يغير معنى القرآن، وهذا لا يجوز حتى وإن قرأته في الصلاة يبطل الصلاة. اللحن الجلي يبطل الصلاة، وهو الإنسان يأثم إن قصده والعياذ بالله، يبقى بيحرف في القرآن. وأما اللحن الخفي هذا يعني لا، يعني ليس عليه وزر، ولكن الإنسان ينتبه لهذه المسألة. اللحن الخفي لا يغير معنى القرآن، فيعني المسألة تبقى أخف وطأة يعني. لكن على العموم قارئ القرآن المفترض إن هو يبقى يعني ياخد باله من هذه المسألة. والمسألة إنك بتقرأ من أمامك، ركز كويس بس. يعني بعد موضوع القرآن ده سهل جدا. قال لك إن إحنا رديناه في التعليقات، لا هم ردوا في التعليقات بعد 4 ساعات. بعد 4 ساعات لما اخ اسمه محمد كتب لي، مع ان انا تابعت وشفتها يعني، لكن هو كتب لي ان هو ايه، اخطا في الايه عادي جدا يعني. المساله الاخرى ان لما تيجي تغلط اكتر من خطا، يعني لما فيديو يبقى مش عارف كم دقيقه، انا اقول لكم كم دقيقه، يعني فيديو 14 دقيقه 16 دقيقة، تغلط فيه مثلا 4 غلطات أو 5، وأنا لسه ما شفتش يعني بقية الفيديو. فاهمين إزاي؟ أنا ما شفتش بقية الفيديو. طيب يا جماعة الخير، عشان ما نطولش في هذه المسألة، تعالوا للأخطاء التي وقع فيها هذا الشخص، ويا ريت يطلع يعتذر. يعني المشكلة إنه يطلع يعتذر ويقلل من أخطائه. وأنا هقعد بقى كده كل ما تتكلم كلمة، ما إلا أنت خطر بصراحة، يعني مشكلة. يا إما تسكت، أنت المفترض إن أنت مش هتعرف ترد، تسكت، ما تقعدش تجيب اخطاء. اول خطا احنا اتكلمنا عليه في مساله ايه المرتد، وان اللي بيولد على الفطره الطفل المسلم بس، لكن اطفال النصارى ما بيولدوش على الفطره. خدت بالك ازاي؟ وطلع برضه يبرر ويرقع. وانا نزلت حلقه اللي فاتت وشرحت في هذا الموضوع. في هذه الحلقه هنشرح او نرد، سبحان الله، هنصحح خطا، بلاش نرد دي، نصحح خطأ المدعو هذا الشخص. وبيقول أن الملحد قد يغفر الله له وقد يعذبه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أنا طبعا هذا الكلام أنا لا أدري من أين أتى به. واحد هيقول لي معلش عشان أنا عندي برد يعني، فمريض يعني. واحد هيقول لي إنك أنت يا شيخ عمال تتصيد له وعمال تتعقبه. ده دين ماليش علاقة باللي أنتوا بتقولوه، والموضوع شخصي. انت ممكن تفهمه شخصي عشان جه بعد هذا اللغط الكبير الذي تسبب فيه هو بعدم ضبطه لقطيعه. وانا يا اخوانا والله لما اقول قطيع والله يعني اقصد جماعه من الناس، ولكنهم يتصرفون كالقطيع. يعني ايه كالقطيع؟ يتصرفون جماعه، بيتخذوا قرار كلهم مع بعض. هذا هو يعني.
ف مثلا يعني ما هو فيهم واحد مشبه نفسه بيقول لك انا اسد السنه، اسد، لا اسد حيوان، الاسد حيوان وهو يشبه نفسه فرحان. خلاص، اعتبروا نفسكم قطيع من الحيوانات اللي تختاروها. يعني تحبوا تختاروا حيوانات ايه؟ الاسود، اعتبروا نفسكم قطيع من الاسود. اعتبروا نفسكم، بس قولوا على نفسكم كده، اعتبروا نفسكم قطيع من النمور، من القطط، من الفهود. اعتبروا، انا ماليش دعوه، بس انا بقول عليكم قطيع من الناس. بلا يعني عديها الحكايه دي، هم ناس تعبانه يعني. ويعني فقال ان الملحد قد يغفر الله له وقد يعذبه، وهذه مصيبه كبيره جدا جدا جدا. وما يطلعش بره يقول لي في الدنيا ولا مش، انا عارف اصلا التبرير، مش هيطلع يقول انا غلطان ويطلع يقول ان الكلام ده غلط، لا. انت كلامك واضح، وضربت مثل على نفسك ان المرتد يبقى في بيته ومش عارف ايه وبتاع. لكن قبل الملحد، قبل ما نتكلم على الملحد قد يغفر الله له، ها، قال ان غلام سيدنا الخضر، طبعا هو ما جاش اسمه في القران، يعني لم يثبت اسمه، لكن يعني سيدنا الخضر اللي هو الرجل الصالح، لماذا قتل الغلام؟ قال لانه مرتد. وانا مش عارف جابها منين دي. هو غلام، هو غلام، قال انه مرتد ولذلك، وانتهى الموضوع. طيب جاب لك الغلام، طيب الغلام الذي قتله الخضر او الرجل الصالح الذي كان يعني مع سيدنا موسى عليه السلام، هل الغلام ده كان مرتد؟ تعالوا نسمع كلامه ونشوف الراجل ده بيقول ايه. طعنوا في الدين. هذه الفكرة التي أريد أن أوصلها إلى هذا الأبلة. الآن تسأل السؤال، طبعا ناهيك عن الآية الكريمة التي تقول طبعا في سورة البقرة عن سيدنا موسى عليه السلام، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. توبوا بعدين اقتلوا أنفسكم، وجب عليكم القتل. ألم يكونوا قد ارتدوا عن دين الله سبحانه وتعالى ثم عبدوا العجل؟ سورة الكهف أيضا، آخر سورة الكهف، الرجل الصالح الذي كان مع موسى وقتل الغلام. لماذا قتل الغلام؟ طبعا ما بكلام إيهاب حريري وتفسير الباطني الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، كل كلام هراء بهراء. ولا عايزين كلامك انت يا الحر الزنديق هذا، ها، سيبك منه، خلينا بس انت بترد ازاي وكلامك انت، اتفضل. نثبت كذبه بكلام بسيط. الغلام لماذا قتله هذا الرجل الصالح؟ قال وأما الغلام فكان أبواه صالحين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. إذا الأب والأم كانا على الإسلام وعلى الصلاح، لكن هذا الغلام كان مرتد، كان على الكفر، فخشينا. طبعا يا جماعة الخير، هذا الكلام ما أنزل الله به من سلطان. أنا مش عارف الراجل ده جابه منين، ولو جابه يطلع يقول لنا جابه منين وإحنا معاه. يعني أنا مش عارف الراجل ده جاب الكلام ده منين، إن الغلام كان مرتد وكان على الكفر وأبواه صالحين، يعني مسلمين. هو جاب الكلام ده كافر، الغلام ده كان كافر ومرتد منين؟ لو احنا رجعنا، العلماء لما استدلوا قالوا ان هذا الغلام هو اصلا يعني كان غلام ولم يكلف بعد، يعني لم يبلغ الحلم، فهو مش مكلف. حتى الشيخ الشعراوي له قول جميل في هذه المسألة، قال إن قتل الغلام كان لمصلحة الغلام وللأبوين. قتل الغلام كان لمصلحة الغلام وللأبوين. إزاي؟ قال أن الأبوين كفاهما شرها، لأنه كان يعني يرهقهما. خلاص، مصلحة للغلام
لأنه مات على الفطرة قبل أن يكلف. وهناك إجماع في الأمة أن الذي يموت على الفطرة يدخل الجنة. يعني الذي يموت قبل أن يكلف وهو ميت على الفطرة لا يحاسب، يدخل الجنة مباشرة. فكأنه أدخل الغلام الجنة يعني وأيضا وقى والديه شره. في قول ثاني يقول طبعا في علم الله وفي القدر وفي اللوح المحفوظ أن هذا الغلام سيكفر، يعني لما يكبر ويكلف سيكفر ويرهق والديه، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقتله الرجل الصالح وينتهي من الموضوع. لكن هذا القول يعني غير، يعني مش راجح، هو قول مرجوح، ولكن لا، يعني لما نيجي نقرأ مثلا، تعالوا نقرأ بس ماذا قال أهل العلم في هذه المسألة عشان ما ناخدش كده يعني. وقال الإمام أحمد رحمه الله: من يشك أن أولاد المسلمين في الجنة، يعني الإمام أحمد قال لك أطفال المسلمين في الجنة. وقال أيضا أنه لا اختلاف فيهم، أيضا من حاشية ابن القيم على سنن ابن داود. طيب المشهور بين الناس إيه؟ أي عامة العلماء، وهو الذي يعني قاله، يعني في إجماع، يعني مشهور بين الناس، أقصد مشهور بين الناس وليس إجماع. يعني هناك فرق بين المشهور بين الناس وبين الإجماع. مشهور بين الناس لا، إجماع يعني إجماع العلماء. قال النووي رحمه الله: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة لأنه ليس مكلفا. وهذا قاله في شرح صحيح مسلم الجزء 16 صفحة 207. وطبعا وهذا لا يعني الشهادة لطفل معين بأنه من أهل الجنة، فإن المعين لا يشهد له بذلك ولو كان صغيرا، وهذا ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها. خلاص، حديث عائشة هي رواها مسلم، قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. قال: أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب أبنائهم. طبعا يا إخواننا هذا الحديث يعني في مسألة القضاء والقدر، وإن شاء الله نبقى نتكلم عنها تاني. وطبعا الإمام النووي قال النووي على شرح هذا الحديث، قال رحمه الله بعد أن حكى الإجماع على أطفال المسلمين في الجنة، وأجاب العلماء بأنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع. يعني الموضوع ده نهاها عن القطع بالجنة غير لما يكون عندها دليل قاطع، يعني الإنسان ما يتكلمش كده من دماغه. خلاص. طيب ابن باز قال في هذه المسألة؟ قال: والمقصود من هذا منعها من أن تشهد لأحد معين بالجنة أو بالنار ولو كان طفلا لا يشهد له. المسألة يعني ما حدش يشهد لحد معين، لكن نقول أطفال المسلمين في الجنة نعم. خلاص. طيب المسألة دي مهمة جدا يا إخواننا، عشان خاطر برضه تاخدوا بالكم منها. فالغلام ده، الغلام ما كانش لا مرتد زي ما بيقول المدعو هذا الشخص، يعني ما كانش مرتد. انت جبت كلام مرتد منين وهو لم يبلغ الحلم؟ لم يبلغ الحلم. فيا جماعة الخير لازم علشان نضحض شبهة، وانا دلوقتي بطالب الاخ هذا ان هو يطلع يقول لنا منين جاب ان الغلام، انا عايز يقول لنا منين انه جاب ان الغلام ده
كان مرتدا وكافرا. جابها منين؟ مين اللي قال كده؟ يعني مين اللي قال ان الغلام اللي قتله غير الصالح كان مرتدا وكافرا؟ عشان انا بقول لكم مشكله. والرجل الصالح قتله لانه مرتد وكافر. شوف بيستدل على حكم الرده بايه؟ ده ماله ومال العلم ده؟ انا عايز افهم. بلاش شخصنه، بلاش شخصنه. ايه علاقه ده بده؟ انت عالم كبير وجليل، ماشي يا سيدي، على العين والراس. جبت منين الكلام ده؟ ممكن تقول لنا عليه واحنا معاك. هل الغلام الذي قتله الرجل الصالح كان مرتدا وكافرا؟ ده لما فسر الرجل الصالح، لما فسر هذا الكلام قال وخشينا ان يرهقهما. يعني لسه في المستقبل الولد ده هيرهق اهله، والله سبحانه وتعالى اعلمه بذلك، وهذا هو مكتوب في اللوح المحفوظ. يعني الله سبحانه وتعالى ان شاء اخبر به من شاء. فمين قال لك ان هو قتله عشان ارتد؟ هو كان اصلا. لا حول ولا قوه الا بالله. مشكله كبيره. تعالوا نسمع بقيه الكلام بتاعه. أن يبدل دين أبويه فبدلهم الله خيرا منه. إذا المرتد يقتل، أي مرتد يقتل. قلنا لكم أن هذه لها شروط، لكن سنعطيكم المختصر المفيد. الآن عندما يكون إنسان مثل إيهاب حريري، الآن إيهاب حريري يعتبر مرتد وليس من الإسلام، ويخرج على شاشة اليوتيوب ويبدأ بالضرب بالدين والضرب بالقرآن والضرب بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على العلن، ويشاهده كم ألف، يعني من مليارين تقريبا مسلم. لكن المعنى من الكلام، أنت إنسان لا تريد الإسلام، ابقى في بيتك، ما حدا راح يحاسبك على الصلاة. أنا ما أجي أحاسبك أقول لك صليت ولا ما صليت، ولا قرايبك راح يحاسبك صليت ولا ما صليت. عندما يأتي ملحد مثل هشام المصري ولا غيره، ولا مثل حمامي، بيجوك بيقول لك والله نحن تركنا دين الإسلام على العلن. طيب تركتوا الإسلام يا أخي، ما حدا راح يحاسبكم، روح عن وجه. لا، سنظهر على شاشة شاشة اليوتيوب ونضرب بالإسلام. الإسلام هو كده يعني يقول ان المرتد خلاص يعني ارتد وقعد في بيته، ما حدش يعرف انه ارتد وما حدش يعرف انه كفر وبتاع، خلاص. وده صحيح، مين هيعرف انه كفر عشان يقتل ولا لا يقتل؟ وحتى لو حد عرف ان هو مرتد ولم يرفع حاله الى القاضي، برضه ما حدش هي. ولو ذهب الى القاضي يستتاب. مسألة هو اتكلم كويس، بعدين ايه اللي حصل؟ وقع في المحظور. خلاص. طبعا المرتد هنا بقى بيدافع عن الالحاد بتاعه ويهاجم الاسلام، اصبح عدو للاسلام. يعني انت المرتد ده مش بيسكت، لا ده يطلع بقى يقول بقى حسب فهمه يعني ان ايه الاسلام ده سيء والاسلام فيه كذا، ويلقي الشبهات ويقعد يحارب. فجزاؤه حكم الردة القتل بس. ومن الحاكم هو اللي بيقوم بهذا الامر. خلينا نكمل المشكله اللي وقع فيها هو. ان هو قال، وهو هيقول، قال ان الملحد انت لو قعدت والحدت في بيتك وبتاع ومحدش عرف حاجه، فانت خلاص انت وربك، اذا شاء غفر لك واذا شاء عذبك. وهذه الطامه الكبرى. ونسمع معاه. كذا وكذا وكذا وكذا، الإسلام فعلته صفته نعته، خلينا نحكي بالسوري معليش، ويبدأون ضرب بالإسلام. هذا ما جزاؤه؟ هنا جزاؤه القتل، يستتاب وإلا يقتل. وطعنوا في الدين. أنت إنسان الحدث، اقعد في بيتك، ما حدا يحاسبك. لكن أنه تخرج وتريد الطعن في الدين وتضرب الدين، هنا وجب قتلك. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح. لكن قاعد في بيته ما حدا راح يحاسبه. يعني بالعكس، اذا مثلا لا سمح الله انا مثلا انسان تركت الدين وقعدت في بيتي، مين يجي يحاسبني اذا صليت ولا ما صليت؟ مين يحاسبني اذا صمت ولا ما صمت؟ هذا شيء بيني وبين ربي، ان شاء ان يغفر لي وان شاء ان يعذبني. لكن انه اخرج للعلن انا الحدث، الالحاد جميل جدا، لا يوجد اله، لا يوجد، انه اخرج للعلن بين ربي، مين يجي يحاسبني اذا صليت؟ يعني بالعقل، اذا مثلا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح. لكن قاعد في بيته ما حدا راح يحاسبه. يعني بالعقل، اذا مثلا لا سمح الله انا مثلا انسان تركت الدين وقعدت في بيتي، مين يجي يحاسبني اذا صليت ولا ما صليت؟ مين يحاسبني اذا صمت ولا ما صمت؟ هذا الشيء بيني وبين ربي، ان شاء ان يغفر لي وان شاء ان يعذبني. لكن انه اخرج للعلن. هنا بقى يا اخواننا الاشكاليه. الراجل طالع بيقول انا اذا تركت الدين
إذا أنا تركت الدين ارتديت يعني بالمعنى وقعدت في بيتي، مين هيجي يحاسبني إذا صليت ولا ما صليت؟ هذا شيء بيني وبين ربي، إن شاء عذبني وإن شاء غفر لي. هل الذي يموت على الشرك يغفر الله له؟ يعني إذا واحد ارتد هل يغفر الله له؟ يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمعنى ذلك إن الأستاذ بيقول، باشمهندس بيقول للناس إن حتى المرتد قد يغفر الله له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هل هذا ينضبط مع أحكام الشريعة الإسلامية؟ الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي أن الله سبحانه وتعالى يغفر كل الذنوب ما عدا الشرك. إن مات الإنسان على الشرك فلن يغفر الله له يوم القيامة. لكن هذا يقول: أنا تركت الدين، كفرت يعني والعياذ بالله، فأنا بيني وبين ربي، إن شاء عذبني وإن شاء غفر لي. وهذا كلام يقولونه هؤلاء الذين يقولون أن المسيحي، أن غير المسلم قد يدخل الجنة. نعم، أن غير المسلم قد يدخل الجنة. هذه مصيبة كبيرة، هذه مسألة أخرى. يعني غير المسلم يدخل الجنة، يعني فما قيمة الإسلام إذن؟ يعني إذا ساوى، يعني إذا تساوى المسلم والكافر، ممكن الكافر يدخل الجنة والمسلم هذا الذي يعيش في سجن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الكافر بيعمل كل شيء براحته، والمسلم بقى منضبط حسب الأحكام الشرعية، عايش في قيود شرعية ويلتزم بشرع الله، لا يرتكب المحرمات والموبقات. خلاص. والتاني كده عايش بالطول بالعرض في الدنيا، ويروح يوم القيامة الاثنين يتساوون. هل يستويان؟ هذه مصيبة. إذا ما قيمة الإسلام؟ إذا كان الكافر قد يعني يعذبه الله وقد يغفر له، إذا كان ممكن ربنا يغفر له، فما قيمة الإسلام؟ مشكلة. يعني أنا لا أدري من أين أتى بهذا الكلام أيضا. طيب يا أخوانا، عايزين في آية وعدت الأخ محمد أنا إن أنا أشرحها له. هذه الآية يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذه الآية يعني يستدل بها بعض المتخلفين وبعض الجهال وبعض الطاعنين في الدين بأن هذه الآية دليل على عدم حكم الردة في الإسلام. يعني هم يتخذوا هذه الآية دليل على أن ما فيش حكم ردة في الإسلام خالص. أقول لك أهو، ربنا بيقول: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. يبقى ربنا هو ما قالش إنه يقتلوا، ما قالش إنه يقتلوا. هذه الآية في يعني هو ما فيهاش إشكالية ولا حاجة، لكن هم يستدلوا بها، من بعض الضالين المضلين يستدلوا بها إن ما فيش حكم ردة ولا حاجة. طبعا الآية ما لهاش علاقة بحكم الردة خالص. الآية في أكثر من تفسير. في من فسرها بأن الذين آمنوا بموسى ثم كفروا ثم آمنوا بعيسى ثم كفروا بمحمد ثم ازدادوا كفرا. طيب ده ايه؟ ده تفسير. لم يكن الله ليهديهم ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. طيب الآية ديت في ناس فسروها كده، وفي ناس فسروها ان المؤمن يعني يؤمن بمحمد عادي، يؤمن وبعد كده يكفر، وبعد كده يستتاب ثم يؤمن، وبعد كده يكفر، وبعد كده يستتاب ثم يؤمن،
يعني فاهم ازاي انت؟ وبعد كده لما يزداد كفر بقى مش هيؤمن تاني، يستتاب مش هيؤمن تاني. وطبعا يعني هذا تفسير بعيد شويه. هذا بنقول التفاسير، بنقول ايه التفاسير. في كمان تفسير ان هؤلاء هم المنافقون، وفي تفسير ان هذا الايمان والكفر والايمان والكفر والايمان هو سرا، يعني لا يدري به احد، لا يدري به احد. يعني انت حاليا، مش انت ولا انا، ان شاء الله نحن على الاسلام باذن الله. الواحد امن بمحمد صلى الله عليه وسلم بالاسلام، ثم بينه وبين نفسه كده كفر، خلاص منكر خلاص والعياذ بالله. وبعدين امن تاني، رجع وسمع له كلمتين من شيخ ولا حاجه، رجع للاسلام. بعد كده امن كفر، الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا. اذا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. اللي يطلع من الكفر يطلع من الايمان، يعني هو الاول امن وبعد كده كفر وبعد كده امن وبعد كده كفر ثم ازداد كفرا. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. خلاص طبع الله على قلوبهم، فده جزاهم عند ربنا. بس هو ما حدش يعرف ان هو، مش ده دليل على عدم حد الردة، ملوش علاقة برضه بحد الردة. لأن المسلم إذا خرج على الناس وأعلن إلحاده أو أعلن كفره وحارب الإسلام، فوجب على ولي الأمر أن يعني يأتي به ويستتيب، وفإن لم يتب يقيم عليه حد الردة. هذا يعني ما فيش نقاش. طيب أنا عايز أدي لك الخلاصة بتاعت هذه الآية، وهذا ما أميل إليه، أن هذه الآية هي في المنافقين. المنافق عايش وسطينا لأنه مسلم، وبعدين هو منافق، هو منافق، أو أن هؤلاء من المنافقين. في آية تانية برضو في سورة البقرة توضح الآية دي برضو: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. الآية التي قبلها: وإذا قيل لهم، نأتي بالآية يعني نتذكر إن شاء الله. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذه هي: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهذه الآية أن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بعدها مباشرة على طول قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. من هم المنافقين دول؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. كما قلت لكم أيها الإخوة، هذه الآية ليست دليلا على عدم وجود حد الردة، وإنما هذه الآية تتكلم عن المنافقين. 1 2 اللي هو يظهر الكفر ويبطن الإيمان. يعني المنافق ممكن يبقى وصل المسلمين وآمن، بعد كده بينه وبين كفر ولا أحد يعلم أنه كفر، ثم سمع كلام جيد وعقله رجع وآمن،
بعد كده برضه شيطانه لعب بيه ثم كفر ثم ازداد كفرا. ربنا بقى مش هيهديه تاني، قال لم يكن الله ليغفر لهم اولا ولا ليهديهم سبيلا. خلاص طبع على قلوبهم. فممكن منافق واحد بينه وبين نفسه لم يرفع الى الحاكم، ايه المشكله يعني؟ مساله ان هو امن بموسى وعيسى عادي جدا. واحد هيقول لك ايه ملهاش سياق، خلاص سيبك من دي. بس ده هذه الايه ليست دليلا على انه لا يوجد حد رد اصلا. مين اللي قال كده؟ طب ما ممكن واحد يعيش كافر طول عمره، يعني يرتد عن الدين ويعيش كافر في بيت ومحدش يعرف عنه حاجه. هنقيم عليه حد رده ازاي ده؟ فهذه الآية لا يحتج بها في أو ليست دليلا على عدم وجود حد ردة. لا، حد ردة موجود بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو يعني. إلا إذا الناس اللي بينكروا السنة ده موضوع آخر، لأن الذي ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم كافر. اللي بينكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام كافر. وفي آخر هذا المقطع أنا أطالب هذا المدعو أن يخرج ويبين لنا واحد أن هذا الغلام من أين جاء بأنه مرتد، كان مرتد عن الإسلام، يعني كان كافرا وكان مرتد. ثم من أين جاء بكلمة أن الذي يترك دينه ويقعد في البيت ولا يصلي ولا يصوم ولا بتاع وخلاص على كده هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. جبتها منين برضو؟ هاتين الجزئيتين أجب عنه، وإلا لو ما عندكش جواب اطلع اعتذر وقول أنا أخطأت. ده اللي احنا عايزينه بس يا أخي. هل أنا أنصفت ولا ما أنصفتش؟ أما المسائل الأخرى فإن شاء الله خيرا بإذن الله. وأنا كلب القطيع وخنزير القطيع هذان لن أتركهما وأجعلهما مسبة. سليم هذا وخضري، هؤلاء خنازير، هؤلاء كلاب. ويعني الحمد لله أنني وجدت لي أما تربيني بفضل الله رحمها الله، ربتني على مكارم الأخلاق، وأنني لا أسب أمهات الناس. فمن سب أمي ربما يعني أمه ماتت وتربى يعني في الشوارع تحت الكباري عادي يعني، أو أنه يعني لا أدري حتى لا أقول كلاما يحاسبني عليه رب العالمين يعني. فلا لا أنساق خلف الشيطان أبدا أبدا. وحق أمي وأم الدكتور محمد يوم القيامة سيقتصون. هؤلاء خليهم هؤلاء القطيع، خليهم على ما هم عليه. كلب القطيع هذا وخنزير القطيع سليم وكلب القطيع خضري، هؤلاء لن أتركهم واجعلهم مسبة في العالمين. حتى خنزير القطيع خلاص حفظتم انتم خنزير القطيع يعني. خنزير القطيع هذا كتب تعليق يقول لك يحذف كل فيديوهات. انت مريض. وكان بيتخانق معاهم في القناه يقول انا ذهبت وكنت ادخل المعركه بنفسي، وكانه خنزير يتعارك مع الوحل، مع بعضهم، مع السيد قشطه في الوحل. إيه انت يا سليم يا لا سليم يا مريض، انت مثل يعني الخنازير. فالمشكله انك انا لا اصارع خنزيرا في الوحل، استمتع هو وانا يعني تتسخ هدومي. فانا لا اصارع الخنازير، انا فقط يعني اشير اليهم من بعيد فقط يعني. الحمد لله ان لي والدين ربوني، الحمد لله. الهام البائع اللي ملقاش حد يربيه، ملقاش اهل تربيه، ملقاش اهل تربيه ولا لا حد يربيه. وربما تربيه شوارع او ابن من ابناء الملاجئ، ربما، الله اعلم، لا نقطع بهذا وانما نقول ربما. نسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا جميعا، ونطالب هذا الاخ ان يخرج ويقول هل هذا ما قاله اي من اين جاء به؟ مش ممكن يعني في كل فيديو تطلع 3-4 غلطات، ما ينفعش. انت بترد شبهه ولا بتعمل شبهه؟ معذره يعني. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ويعلمكم. اسال الله سبحانه وتعالى
أن يتجاوز عن سيئاتنا، آمين يا رب العالمين، وأن يغفر لنا ما لا يعلمون، وأن يجعلنا خيرا مما يظنون، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.